السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهارده مع بعض هنعمل طريقة جديدة ووصفة بسيطة وسهلة جدا، تاكلها بعيش، تاكلها جنبها رز بشعرية، رز بسمتي، اي حاجة انت عايز تاكلها جنبها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، مفيش فيها اي تقلية. لو ما عندكيش الا وركين ممكن تعمليها مع صينية البطاطس الجميلة اللي انا عاملاها دي. حط لايك للفيديو واشتراك للقناة لو لسه مش مشتركة، ويلا بينا على فيديو جديد بتاعنا ونبتدي مع بعض ونسمي بسم الله ونشوف عملنا مع بعض ايه. زي ما انتم شايفين فراخ مشوية مع مكعبات بطاطس، طريقة جميلة جدا وفي منتهى الجمال ودايبة دوبان في البق. حاجة كده جميلة جدا وبسيطة ومش اخدة، يعني بصي مش اخدة هربان كتير كده في قلب المطبخ، كسرونات واطباق والدنيا، لا، كله في صينية واحدة. انا كده غسلت الفراخ واديتهم بس غلوه، بس يعني غلوه، وقطعت هنا بس البطاطس مكعبات، وهنا الطماطم والبصل والفلفل والليمون، حاجات اللي انا هوضب بيها. تمام كده. بطاطس مقطعه مكعبات، عايزه تقطعيها حلقات صغيره براحتك اللي انت حباه. هنا الفلفل بتاعي، هبدا ان انا اعمل الخلطه بس بتاعه الفراخ. طبعا في كل وصفه انا بعمل افتكاسه جديده للفراخ المشويه، او طريقه مختلفه شويه، بغير فيها حبه حاجات كده بسيطه بس بغيرها. تمام. هنا الفلفل بتاعي، طبعا المطبخ ده في مطبخ عند ماما مش عندي في البيت. تمام. اكيد وحشكم مطبخ عند ماما، كنت بعمل الاكلات والحاجات دي كلها. حطيت الطماطم وحطيت الفلفل والبصل. طبعا التصوير دوت ابن اختي، صديقي الصدوق بيحبني قوي، يقول لي انا واقفه اصور وياكي. فوقف، قلت له انا تعبانه ومش قادره، تعالى ما نعمل ايه اكله بسيطه كده، نعملها نتغدى بقى النهارده يا ادم، ونقعد ايه مع بعض. فقال لي طب ما اصورك يا خالته. فخليته يصور. طبعا الكاميرا قصيره شويه كمان قصير لسه صغير. تمام كده. وهنا بعصر ليمونه. تمام كده. يبقى بصل وفلفله وطماطم، وهنا ايه ليمونه كامله. تمام. هنحط بقى التوابل بتاعنا، التوابل بقى بتاعتنا. هحط خل، وهحط شويه فلفل، وهحط شويه كمون صغيرين برضو. هو اللي كان عندها اصلا شويه كمون وفلفل وبهارات فراخ، يعني ده الحاجه اللي كانت موجوده عندها صراحه من البهارات، او في بهارات فراخ كانت لسه في الكيس، لسه ما فرغتهاش. وحطيت حبه كمون صغيرين، وحطيت ملح وفلفل وشويه زيت، وحطيت الخل والليمون والبصل والطماطم والفلفله وشويه لبن. طبعا نزل حبه وش حلوين، هيضطر بقى الفص وتدي لها طعم حلو قوي. هنا في الوقت ده على فكره كنت نسيت الملح، هنحطه مع بعض شويه كده، وشويه شطه. تمام كده. هنضرب بقى ايه وحطيت كمان فصين توم، كانت هي مفرزه توم في الفريزر في برطمان، اخدت بس فصين توم وضربتهم في الخلاط، وابدا بقى افرغهم بقى ايه في البوله بتاعتها ديت الجميله. ونبدا بقى ايه نقلب الفراخ بتاعتنا الجميله. طبعا الفراخ انا هنا إيه اديت لها يعني غلوه كده، يعني زي ما بيقولوا فورتها كده شويه، تاخد بس ننزل بس الزفاره بتاعتها، بدل ما انقعها عملتها كده صراحه. يعني استسهلت، يعني اديت لها غلوه كده، قلت عشان ايه تستوي مني بسرعه ما تاخدش وقت على النار. تمام. هنا قلبت الفراخ بتاعتي في الصوص اللي انا عاملاه، وابدا ايه اللي انا احطه ايه في الصينيه. تمام كده. هي اكله سريعه كده وبسيطه، ما خدتش مني اي وقت. محتاره تعملي ايه وتاكلت ايه وكلام من ده، وبعد الكبد والقوانص والرقبه والاجنحه كله مع بعضه. كل يوم نحتار هناكل ايه. الطريقه ديت يعني قلت ايه اعملها كلها في صينيه واحده وخلاص. قالت عايزه تعمل صينيه بطاطس ورز وكلام من ده، قلت لها بقول لك ايه لا، انسي الاكل ده. تعمل نعمل كله دوت في صينيه واحده. بطاطس قلبتها كمان مع الصوص اهوت مكعبات، ومع الفراخ وبألف هنا مع عيش وطحينه وسلطه. وكانت بصراحه اكله في منتهى الجمال. هنا كنت نسيت الملح طبعا في الاول، حطيت شويه ملح اهوت، بس انا حسيت ان انا كترت هنا الملح لان طبعا بتاعته حادق شويه. بس يلا اهو تاكل. عجب الاولاد وكلهم اكلوا واتبسطوا وفرحوا بالاكله. قلبت البطاطس مع الصوص،
وهنزل عليها طبعا مع الفراخ اهو. حطوا لايك للفيديو يا جماعة، حطوا لايك للفيديو عشان يوصل لكل عدد ممكن. وطبعا الفيديو كل ما بيتشير اكتر وكل ما يوصل لعدد كبير كل ما الفيديو نسبته بتعلى، يعني نسبة الفيديو مشاهدته بتعلى. تمام كده. حطيت كمان البطاطس اهي طبعا غرقتها بالصوص بتاعها. احط لهم بقى شويه ميه صغيرين كده واقوم حطهم على البوتاجاز يغلوا. وهنا في الوقت ده كنت انا مشغله الفرن. اول ما على طول ان هما يغلوا ويسبكوا مع بعض والبطاطس تستوى والفراخ تستوى هقوم على طول حطها تحت الشوايه واقوم غرفه على طول. طريقه سهله وبسيطه جدا، ما خدتش مني غلبه ولا اي حاجه. اهو كده ديت على البوتاجاز. وهنا كده الصينيه كانت خرجت اهي، خرجتها من الفرن. شوفوا البطاطس متحمره ازاي والفراخ بصراحه تحفه، طعم جميل جدا. يلا بينا كده كل واحد الشطر. لو عايزه تعملي اي اكله بسيطه تتعشي بيها تتغدي بيها تفرحي بقى اولادك، حاجه تنجزي فيها الوقت لو انت جايه متاخره من شغلك، عايزه مثلا صحتي متاخر وعايزه تعملي اكله بسيطه لاولادك يتغدوا بيها، ديت الطريقه دي جميله. عايزه تعملي جنبها رز بالشعريه زي ما قلت لك او رز بسمتي تبقى بردك حلوه، مش هتقول لك لا. انا هنا اكلناها بعيش وطحينه وكمان سلطه. تمام كده. تحميرها جميل جدا ورقيق، مانيش مكتر عليها التحمير عشان نقدر ناكلها وتبقى طرية ما تبقاش ناشفة اهو. وطبعا مستوية وجميلة جدا. هنا بدأت اغرف الاطباق. حطيت الفراخ هي في الطبق لوحدها، وهنا حطيت برضو ورك اهوت حطيته اهو جنبه شوية بطاطس. كل طبق على حسب ما انا غرفة يعني. ورك مع شوية بطاطس، صدر مع شوية بطاطس. حطيت الفراخ لوحدها في طبق، حطيت بطاطس بردك في طبق لوحدها عشان وحاولت ان انا افرق الاطباق كده عشان كله يطول وياكل. هنروح بقى على السفرة كده ونروح نتغدى ونغدي الأولاد، وأشوفكم بقى في فيديو جديد بإذن الله. ومتنسوش بقى باللايك وتدعموني وتشجعوني في الكومنتات وتقولوا رأيكم في وصفة النهاردة. ايه رأيكم في الطريقة بتاعت الجميلة ديت؟ شايفين الفص دايب ازاي؟